بتسمعش كلام امك ليه؟ ما بتسمعش كلام ابوك ليه؟ انت عارف ان عدم سماع كلام امك وكلام ابوك دي ممكن ما يحققش حلمك، ممكن تفشل في حياتك. بر الوالدين، بر الوالدين يا اصدقائي ويا احبابي، بر الوالدين ده اهم حاجه في الحياه. اهم حاجة لازم تبر امك، بر والديك. يعني مثلا ابوك لما يقول لك ذاكر، هو بيقول لك ذاكر عشان خايف عليك، خايف تطلع زيه. ابوك مثلا اللي طلع كذا كذا كذا، شغلانه مثلا مش كويسه، مش عايزك تطلع زيه، عايزك تطلع احسن منه بكتير، عايزك تطلع احسن منه. هو انت مفكره اللي انت كده هو بزعق لي ما بزعقليش، بيضربني ما بيضربنيش، الكلام ده كله هو خايف عليك مش اكتر، هو خايف عليك بس، خايف عليك، عايزك تطلع احسن منه. هو بأمن لك مستقبلك. قول لي مثلا لو انت ما ذاكرت وطلعت حاجه مش طلعت شغلانه مش كويسه، واشتغلت مثلا في السكه اللي هي بتاعت اليومين دولت دي، هتعمل ايه؟ تعمل ايه في مستقبلك؟ مستقبلك وهيضيع والسجن وكده. انما بقى لو تبعت كلام ابوك ممكن تطلع لك ايه؟ مهندس، مهندس كده كده كده، مهندس، وتضمن حياتك من اول ما دخلت ايه، حياتك سعيدة كده، هتبقى سعيدة وهادية. إنما الطريق التاني ده طريق مالناش دعوة بيه. أوعى تنتبه للطريق ده، أوعى. أنا بقول لك أوعى تنتبه للطريق ده خالص، أوعى تستسلم، وقوم، قوم حقق حلمك، قوم حقق. لو كنت فين قوم حقق حلمك، قوم، أنا قلت لك قوم حقق حلمك. وحط بقى لايك واشترك على الفيديو ده بقى، وفرحنا كده بتعليق كده حلو منك تحت كده. وأنا مستناك تحت في التعليقات، وأنا عارف إن أنت هتحط لايك واشتراك من غير ما أقول لك. بس.